السيد ياسين المستيري، مدير مركزي بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. سي ياسين، هل كان تحدثنا عن الأنشطة البترولية في مؤسستكم والمشاريع الكبرى المزمع القيام بها في المستقبل والآفاق المستقبلية للمؤسسة والأنشطة البترولية في تونس؟ مرحبا بك، شكرا. نكلمك على المشاريع. مرحبا. على المشاريع، احنا كما يكون كان حضرتك قبليك تو في المحاضرة، عندنا 4 مشاريع كبار. واحد منهم كبير بالكدا اللي هو احنا نسميوه مشروع نوارة. كان اسمه مشروع STGP، معروف مشروع بالغاز الجنوب، اللي باش يجيب لنا الغاز، باش نجيبوا به الغاز من الجنوب التونسي، من اقصى الجنوب التونسي الى مدينه قابس. وفي مدينه قابس باش نقوم بالمعالجه نتاع الغاز هذايا. المشروع هذايا اساسي هام، على خاطر هو اللي باش يخول لنا باش اولا الاكتشاف اللي عندنا تو حاليا في الجنوب باش نوصلوه ونستعملوه في تونس، وهو باش يخول لنا زاد كيف باش خاطر الانبوب اللي باش نحطوه فيه سعه كبيره. المشروع نتاعنا تو 2.5 مليون متر مكعب في اليوم ان شاء الله، وسعه الانبوب توصل حتى 10 ملايين. شو وريك فكره اللي شفنا فكره مستقبليه شامله. المشروع هذا يتمثل فيه 3 حاجات. هي آلة معالجة الغاز اللي باش تكون الغاز والنفط، مش غاز برك، اللي باش تكون في جهة نوارة فين فما الحق البدو في الجنوب التونسي. في هذه في آلة في الوحدة نتاع المعالجة هذه باش ننتجوا البترول حتى 5000 برميل في اليوم حوالي. ننتجوا الغاز حوالي يكون زاد كيف 5 مليون متر مكعب. والغاز هذا يكون معالجته أولية باش نحيو منه ثاني أكسيد الكربون، ونحيو منه كل ما هو يعني ماء، ونحيو منه كل ما هو زيت، والباقي يتم توصيله في وسط الانبوب هذايا حتى القابس. من الاول ما كنش ماناش باش نحطوا ضواغط، ما نحطش كومبريسور، اما بعد وقت اللي بعد 3 سنين 4 سنين ربما نحطوا الاليات هذه. اما في الاول الابار تكون عندها الضغط الكافي باش نوصلوا الغاز حتى القابس. وفين في قابس باش نعملوا اليه اخرى لمعالجه الغاز هذايا، باش ناخذوا اولا الغاز اللي هو باش يمشي للستيك، باش نبيعوه للستيك، وثانيا باش ناخذوا البروبان والبيتان كتباب GPL، نسميوهم GPL احنا، اللي فما امكانيه باش بالنسبه للبيتان باش نستعملوا كله في تونس. بالنسبه للبروبان فما امكانيه كبيره باش يكون نعملوه نسقوه للخارج، نبيعوه في الخارج. ومع هذايا فيه كيفاش نقولوها، ان شاء الله نخلطوا باش نوصلوا نعطيو دفعه اخرى للانتاج وللاستكشاف. علاش؟ خاطر المستكشف كي باش يجي لتونس باش يجي كي باش يلقى اليات وتجهيزات الكافيه وحتى البنيه التحتيه اللازمه باش يتشجع اكثر، وباش يكون يعمل برنامج اكتشاف اكبر. وان شاء الله احنا معاه مع البارتنير هذوما بتاعنا واحد الكل باش نكونوا نحاولوا نزيدوا نعطيو دفعه جديده للاكتشاف وللانتاج. بقيه المشاريع عندنا مشاريع موجوده في البحر. نجم نقول لك فما مشروع اسمه كوسموس، مع هو هذا المشروع هذا موجود في جهة الفوق في القدام بحذا في خليج حمامات، وهو 20% إيتاب و80% ستورم، اللي هي شركة من كندا. وهي باش نقوموا بحفر ابار الغادي، ونقوموا انشاء مصطبه بلاتفورم اللي نحطوا فيها رؤوس الابار، ومعها
باش نكريو معاها بارجه اللي نحطوا فيها الاليات للتكرير الخام هذا، النفط الخام هذايا وتخزينه، وبعد من هذاك يمشي للبرجه اخرى للبيع نتاعو. هذا زاد مشروع اللي هو في طور الدراسه، وان شاء الله مع 2016 نكونوا حاضرين فيه هذاك. وصلتنا معلومه أن تونس ستصبح دوله ثريه من جراء انتاج النفط، هل يمكن اثبات هذه المعلومه او نفيها؟ ان شاء الله. شو نقول لك، احنا النفط نتاعنا اللي فما نعرفوا مازال عندك الجنوب والوسط التونسي معروف هذا، اما المجهود نتاع الاكتشاف لازم يزيد يتطور. الشمال كامل ماهوش مطور الاكتشاف فيه بالكدا، اما نقول لك ثريه معروفه. الواحد المحدوديه نتاع الانتاج في تونس معروف، الله غالب هذاك اللي عندنا.